فيما كنتو نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى خير ان شاء الله بالصحه والسلامه وطولة عمركم وباش ما تمنيتو بحوله وقوته وقدرته. اخواني اخواتي، كما يعني وعدت يعني كتابة بانه غادي ندير واحد الحلقه مخصصه فيما يخص بالحق الحصول على المعلومه. وبطبيعه الحال انني حطيت مجموعه ديال الصور على هذه الورشه التكوينيه اللي حضرت عليها. وبطبيعة الحال أنا كنشكر السي سعيد اللي طبيعة الحال اللي هو اللي وجه لي الدعوة باش أنني نحضر لهذا المجلس الموقر وهذا الجمع اللي كان رائع، اللي كان طبيعة الحال من تنظيم الائتلاف ديال الترافع لأجل التنمية دامجة ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهات بني ملال الخنيفرة. وكنت جدا مسرورة بحضوري لهذه الورشة هذه اللي كان فيها كانت بتأطر يعني الأستاذ عبد اللطيف حجي المحامي يعني اللي عطانا مجموعة ديال الإرشادات، وباحث أيضا بسلك الدكتوراه بجامعة أكدال الرباط. بطبيعة الحال كانت واحد الورشة اللي كان فيها مجموعة ديال المعلومات اللي هي جد قيمة. طبيعة الحال بما أنني عندي هذا المنبر الإعلامي اللي نقدر أنني نوصل منه هذه الرسالة ديال هذه الورشة هذه التكوينية اللي كانت في هذا الصدد هذا. طرحنا مجموعة ديال الإشكاليات في هذه الورشة هذه، مجموعة ديال العوائق، الأشياء اللي ممكن أنها كتحيل بيننا وبين أننا نوصل لمجموعة ديال الحلول اللي ممكن تكون في صالح المواطن العام بصفة عامة. ولكن في نفس الوقت ارتأينا أنه حتى أنه هذا الوصول للمعلومة باستعمال العولمة أيضا من بين الحلول اللي هي أصبحت من مطلوبة وضرورية في هذا الوقت الآني. إخواني أخواتي، طبيعة الحال ما غاديش نكثر عليكم بزاف الهضره، نحاول نختصر ما امكن لو ماكسيموم ديال المعلومات اللي هي مهمه بالدرجه الاولى. طبيعه الحال انه ارتئينا انه كاينه مجموعه ديال القوانين اللي كتعرقل الوصول الى المعلومه. يعني بعض الفصول في القانون ديال 31 13 اللي فيه مجموعه ديال الفصول اللي تحيل او تجعل الحصول على المعلومه شبه مستحيله. من بين هاد الفصول هذه كاين الفصل ديال الماده 5، وكاين على ما اعتقد الفصل ديال الماده 10. الماده 10 اللي يعني كي تنقولوا دايرين لينا ديك الخدمه تاع طلعت الشجره تاكل القرموس نزل شكون قالها لك. كيفاش هاد القضيه كنجيو كنلقاو مثلا في هاد الفصول هذه بانه يعني كيعطيوك الحق انك توصل المعلومه، ولكن تيقول لك انه باش انك تقدر توصل لهاد المعلومه مثلا خاصك انت تحمل الصائر ديال الحصول عليها والصائر ديال باش انها تخرج لك. الا كانت مثلا مكلفه هذه المعلومه انك تحتاج للصائر الى اخره. والاشكال التالي هو انه المعلومه ممكن انها تكون في حدود معينه، ان مثلا تقدر واحد المعلومه تقدر انها ما تعطاكش كامله لعده ظروف. نقدروا نقولوا مثلا ان مجموعه ديال الادارات كدير مثلا الحظر على مجموعه ديال الاشياء باش ان ما تبقاش مثلا الدوله باش ما تبقاش مجموعه ديال المصالح اللي تقدر تمس حتى الثوابت الوطنيه الى اخره. انا اوكي مع هذه القضيه هذه لانها تتبقى من بين الاشياء اللي خاصها تبقى سريه، لانها تقدر تمس الامن الوطني الى اخره. طبيعه الحال من بين المعلومات اللي هي غير ممكن الادلاء بها هي المعلومات اللي كتمس الثوابت الوطنيه والاداره الامنيه. طبيعه الحال هذه ما يمكنش هاد المعلومات انها تخرج للعموم الا بعض المعلومات اللي يقدر ما يكونش فيها ضرر ويكون فيها منفعه للعامه لا اقل ولا اكثر. اخواني اخواتي، طبيعه الحال جا في هذه الورشه هذه يعني احقيه الوصول للمعلومه وتيسيرها يعني عبر توفيرها عبر البوابات الالكترونيه اللي يقدر اي شخص في ربوع المملكه انه يقدر يوصل لها، يقدر يعني بكبسه زر انه يقدر يتوصل بهذه المعلومه هذه، ويقدر انه يتيريها بلا ما انه مثلا غادي يحيد عليه مصاريف يعني ديال الطريق وديال التنقل، المشاكل ديال الزحام ديال الادارات، المشاكل ديال النوبه، المشاكل ديال السرعات ديال التوقيت. ان الانسان بزاف ديال الناس يعني مثلا كنشوفوا حنا من راسنا مثلا كتكون محتاج لواحد الورقه ما عندكش الوقت اللي تضيع، يعني كتكون مزروق لا واقف عليها ضروري اجل محدد معين خاصك توصل هذيك الوثيقه، ولكن كاين مشكل ديال الاشعار، مشكل بزاف الحاجات.
الاشكاليات اللي مطروحه الان هو انه هذه المشكله اللي طرحت الان يعني في هذه المادتين وعده مواد اخرى من هذا القانون ديال 31 13 اللي طبيعة الحال كاين هو في الدستور اللي طبيعة الحال تم المصادقة عليه في ايامات الحكومة ديال العدالة والتنمية اللي في الوقيته فين كان زعم فيها سي العثماني. طبيعة الحال الاشكال الثاني اللي كاين هو انه طرحنا مجموعه ديال الاشكاليات في هذه الورشه هذه. بين الاشياء اللي طرحتها انا شخصيا هو انه يعني عندنا بعدا واحد المشكل ديال التنميه القرويه باقي ما وصلناش ليه، يعني واحد كي تنقولوا ما وصلناش حتى ل 70% ولا 80 ديال التنميه القرويه. فانا كنعرفوا بانه النسبه ديال المناطق الجبليه والمناطق النائيه فهي مازال ما عندهاش حتى البنيه التحتيه، مازال كاينين بعض المناطق ما فيهمش الضوء، ما فيهمش الماء، ما فيهمش الطرقات. زائد انه هاد الناس هادو باقي محرومين يعني من الشيء اللي مثلا اللي هو اساسي، اللي هو التدرس، اللي هو التطبيب، اللي هو يعني التعليم. فما بالك اننا مثلا نهضروا على الانترنت. طبيعه الحال الانترنت بالنسبه للمناطق اللي هي مدنيه هي مزيانه بزاف، لانها غادي تخفف الضغط على الادارات، غادي تخفف الضغط على الموظفين، غادي حتى المواطن انه غادي يسلك يعني المسائل ديالو بسرعه. حتى بالنسبه للناس اللي مثلا عندها مشاريع، بالنسبه للناس اللي عندها المشاريع، بالنسبه للناس اللي عندها مثلا يعني مجموعه ديال المصالح الاداريه، يقدروا انهم يوصلوا لهذه المعلومات هذا عبر الشباك. يعني الواحد اللي يعني تقدر مثلا معلومه واحده اللي تقدر تمشي مثلا لهذه الاداره تبغيها، بحال مثلا طرحنا مشكل ديال الاحصاء مثلا ديال الاشخاص في حاله اعاقه. مثلا شي مشروع كان فيه انه خصنا نوصلوا الاحصائيات ديال هاد الناس شحال عندنا مثلا في منطقات معينه. فيعني عوض انني نمشي لهاد المؤسسه ونمشي لهادي ونمشي لهادي ونمشي لهادي، يكون عندنا شباك واحد اللي هو كيجمع جميع الاحصائيات اللي كاينين في هاد المؤسسات كلهم، نلقاوهم في مؤسسه واحده. يعني نقدروا نلقاو واحد المؤسسه اللي جامعه لينا هاد المعلومات كامله. الطرح الثاني انه بالنسبه كاينه نسبه الاميه، يعني نسبه الناس الغير يعني متمدرسين. كاينه نسبه ديال الناس واخا متمدرسه ما عندهاش مع الانترنت، يعني ما كتعرفش تتعامل مع هذا الانترنت. كاين اللي دابا باقي كيتعامل مع التليفون بصعوبه، فما بالك انه مثلا يدخل الموقع، مثلا انه يجبد المعلومه وانه يتيريها، وماشي كل شيء عنده هذه الامكانيه هذه. فلذلك كان واحد الطرح اللي انا طرحته، كنتمنى حتى الدوله انها تستجب ليا لهذا الطرح هذا، هو ان مثلا المناطق الجبليه والنائيه اللي فيها صعوبه التواصل مثلا في اللغه، يعني مجموعه ديال المناطق اللي هي يعني كتكلم الامازيغيه كنلقاو فيها بزاف ديال الناس يعني ما قاريينش، بزاف ديال الناس ما عندهمش لغه التواصل، ما عندهمش مع الانترنت، ما كيفهموش مساكن، كيبغيو مثلا شي ورقه ولا هاد المسائل هذا. يعني باش يكون واحد التخفيف ديال الضغط على هاد المناطق، انا كنظن ان المساله غتكون سهله. مجموعه ديال المعلومات اللي كيعرفوا مثلا انها كتهز كل خطره كيكون الطلب عليها، يتيريوها يديروا لها فوتوكوبيات ويحطوه. يعني مثلا انا كمواطنه غنمشي لهذيك الاداره، غادي تخصني ديك المعلومه نبغي، غادي نجي غنلقى هذيك الورقه متيريه، غادي ناخذ نسخه صافي. كنجي كنقول لي بغيت مثلا نسخه ديال مثلا علاش غادي نهضروا مثلا بغيت نتيري شي ورقه اداريه معينه، كنجي كيعطيني نسخه كتكون واجده، كيمشي الرفوف كيهزها كيعطيها ليا. جيت بغيت مثلا احصاء ديال شي حاجه كنلقى التقرير ديال هاد الاحصائيات موجود على الرفوف تيهزها كيعطيها ليا. مثلا يعني هذا حل يعني مزيان بالنسبه لهاد المناطق الجبليه او الناميه او شبه الناميه، او اللي يعني يصعب التعامل معها بالانترنت، او يصعب يعني حل مشكل ديال بزاف ديال المشاكل كاينه. راه ذكرت يعني بلا ما كرر، كاين ديال الطرق للتعليم، التطبيب، الاميه. فما بالك انه تعمل مثلا مع الانترنت، راه ما يمكنش. القانون ديال 1331 كيخول ليا الحصول على اي معلومه بغيتها من اي اداره، بما فيها المعلومات على البرلمان، المعلومات على الوزاره، المعلومات على الجمعيات، وعلى الدعم اللي كيجيهم، وعلى المشاريع وشحال مثلا الدوله دعمتهم، وديك المشاريع واش تحققت ولا ماشي تحققت. خاص هذا من حق اي مواطن انه يعرف هذه المعلومات، ومن حق اي مواطن انه يعرف المعلومات على الجامعه الترابيه ديالو. اي معلومه بغيت توصل بها
من حق اي مواطن انه يوصل لها. مع لا غير هاد المعلومات هذه تكون في الانترنت وتولي يعني نقدر انني نوصل لها ونقدر نوصل لها. نعرف مثلا المداخل ديال الجماعه المحليه ديالي، نعرف المشاريع اللي تم المصادقه عليها، نعرف نعرف شحال ديال الدعم ديال الدوله تعطات لهاد الجماعه، نعرف المشاريع اللي تم المصادقه عليها والمشاريع التي لم يتم المصادقه عليها. بالنسبه للجمعيات نعرف كل جمعيه شنو هي الخدمات اللي كتقدم وشنو هي البرامج ديالها، نعرف شنو هما الدعم اللي كتدخل، نشوف شحال الدوله عطاتها ديال الدعم او لا منظمات معينه، نشوف شنو هما واش هاد المشاريع هذه فعلا تم التحقيق ديالها او لم يتم التحقيق ديالها. من حقي نعرف كل هاد المعلومات هذا، زائد انه من حقي انني نعرف مجموعه ديال المعلومات مثلا كباحث، كانسان مثلا صحفي، كانسان مثلا كندير عندي جمعيه مثلا، عندي ورشه مثلا، انه عندي بغيت ندير واحد مشروع معين. من حقي انني نوصل لاي معلومه اداريه بغيتها، مثلا في المستشفيات، في سلك الشرطه، في القيادات، في العملات، هذا في اطار داكشي اللي مهم كيخدم هذيك المصلحه اللي بغيت انا نصايب، ولا داكشي اللي انا خاصني غادي نخدم عليه. فراه هو من حق اي واحد انه يوصل لها. لذلك هو راه يعني هادشي كله راه واجه في داك القانون ديال 1331. غير هو المشكله اللي كاينه، هو كاين هذاك المشكل ديال تعديل بعض القوانين اللي هي صعيبه، بحال انه تيقول لك بانه مثلا كاينين شي ادارات تقدر تمشي لهم، ولكن كاينين مشاكل فيها. تيقول لك الا بغيتي ديك المعلومه خاصك تخلص عليها مثلا، ولا تكلف يعني بالمصاريف ديال مثلا الا كانت المعلومه كثيره، مثلا كان فيها شي بحث مثلا فيه كثير بزاف، فيه المعلومات كثار، خاصهم مثلا يسيروا لك الوراق كثار ولا هذا، تيقول لك انت اللي غادي تحمل الصائر ديالها. والمشكل ديال انهم مثلا كاين بعض الادارات يقدروا يمتنعوا انهم يعطوك المعلومات كلها. هو قانونيا تيقول لك انه من حقك تاخذ اي معلومه بغيتي، ومن حقهم يعطيوها لك في اجل يعني ديال 20 يوم. يعني 20 يوم الا ما خديتيش هذيك المعلومه، راه كتعاود مثلا كتمشي كتسولهم، كتشوف اللي كنت زعما مثلا كاين شي مشكل ولا شي حاجه، في حاله ما كان مثلا ما فهموش المعلومه، او انه ديك الساعه ما كانتش متوفره، او انهم كانت خاصه شويه الخدمه، فهو كتكون 20 يوم اخرى اضافيه، يعني في حدود 60 يوم. ولكن ملي كتفوت هاد 60 يوم هذه الا ما ردوش عليك، تيولي من حقك انك ترفع لهم، يعني قبل ما انه كترفع لهم قضيه معينه، كنلقاو مثلا هنا تقول لك بعدا كتمشي بعدا لرئيس المؤسسه ولا الهيئه المعينه المعنيه زعما ديال اللي بغيتي من هذه المعلومه هذه، حتى كتشوف معهم. يعني لما وصلتيش انك توصل معهم شي حل معين، كتمشي للجنه ديال الحق الحصول على المعلومه، يعني داخل اجل لا يتعدى يعني 30 يوم. يعني ما وصلتي معهم حتى شي حاجه، فراه هو تيولي من حق اي فرد انه مثلا يدير شكايه موجهه لرئيس المؤسسه ولا ديال الهيئه المعينه اللي ديال هذيك المصلحه اللي مشيتي ليها. والشكايه يعني فيها حتى هي من حقها، يعني من حقك انك دير الاملاء ديالها في داخل اجل ديال 30 يوم. ولكن المشكله اللي كاينه في هذا القانون هذا ثاني، كاين واحد الاشكال اخر، انه مثلا الواحد اللي مشى سلك يعني هاد المساطر ديال الشكايات، يقدر مثلا يبقاو مجرجرين، يقدر يوصل لشي نتيجه، يقدر ما يوصلش ليها. ولكن خاص يكون تعديل حتى في هذا القانون هذا، يعني يكون الرد سريع، ويكون الردع سريع، ويكون الاستجابه سريعه. يعني انسان مثلا راه يكفي انه متضرر مثلا، انه ما توصلش معلومه، وديك المعلومه ممكن انها توقف ليه مشروع، ممكن انها دير ليه ضرر شخصي، ممكن انها توقف ليه شي وثيقه تكون مهمه عليها مصلحه كبيره توقف. لذلك خاص يكون حتى من مثلا تكون هاد الشكايه هذه مثلا توضعات وبالادله ديالها والمسائل ديالها كاملين، خاص تكون استجابه سريعه. يعني ما تتعداش مثلا، يعني تكون سريعه، ما تعداش مثلا سيمانه ولا هكاك يتم الحكم فيها. ولكن يكون حتى دوك الاحكام يكونوا زجريا، باش مثلا واحد الا كانت تتفلى على المواطنين، واحد اخر مره اخرى يفكر انه مثلا ما يحاولش يدير هذا المشكل هذا. ولكن باش انك توصل مثلا ديري مثلا او دير هاد القضيه هذه، بعدا ملي كتسيروا وكتمشيو كتعمروا واحد الفورمولي كتخرجوا على حسب المؤسسه اللي نتوما بغيتوا تاخذوا من هذه المعلومه. مثلا هذا الفورمولي عطاونا في التكوين كتعمروا، يعني هذا مثلا عطاونا مثال ديال وزاره الطاقه والمعادن والبيئه،
كيعطوك هذا كتحط فيه المعلومات، يعني المعلومات اللي خاصك انك تعمرها في هذا الفورمولير هادو خاصهم بعدا ما يكونش فيهم اخطاء، ما خاصش يكون فيهم اخطاء. راه الا مشيتي حتى درتي شي غلط فيه غادي يشدوك منه، غايقولك ايوا راه جبتي لينا بعدا هذاك راه علاش ما تمش الرد عليك، مثلا درتي غلط في التعمار ديال هذيك الورقه ديال الطلب هادي، خاصك ديرها وتصيفط لهم في الايميل ديالهم وتكون مغيز المسائل ديالك فين درتيها، يعني ها شنو عمرت وها فين صيفط والمصلحه بالضبط فين صيفطتي، تكون داكشي مريقل مزيان. هادشي كاين تيعمر عبر الانترنت، ولكن الا مشيتي تدرتي شي غلط واحد وشدوك منه يقول لك وراه هذا هو السبب عدم الرد. المهم هذه فقط غير التنبيه وصافي. المهم باختصار هذا هو اللي كان يعني الموضوع ديال هاد الورشه التكوينيه، هو انه يعني كاينه مجموعه ديال القوانين اللي كان خاصها يتم التعديل ديالها في الدستور، وانا تنعرفوا بانه من هنا لقدام راه غادي توقع بزاف ديال التعديلات. المهم هذه بين كي تنقولوا الهفوات اللي وقع في القانون ديال هاد 13 31. وبالنسبه لسميتو وبالنسبه لشنو تاني، وبالنسبه لهاد المواد اللي قلنا بحال الماده ديال الماده 5 والماده 10، وكاين مجموعه ديال المواد وحدين اخرين اللي فيهم مشاكل، ومنهم هاد الماده هذه ديال التوقيت ديال ملي كتحط الشكايه، شحال ديال التوقيت باش انه يتم الرد، لانه كنعرفوا الا مشات تحط الشكايه بعض المرات تقدر تجر عام عامين، والانسان الا حط هكايا الناس كيطلع عليها الدم وما تقدرش دير كاع الشكايه، والمصالح ديال عباد الله اصلا كتمشي بهذه الطريقه هذه. لذلك حنا تنتمناو ان شاء الله يعني هذه المسائل هذه تريقل. اما بالنسبه لهذه المساله تاع انه مثلا تولي الوثائق ان الواحد يقدر يخرجها عبر الانترنت، فهي يعني شي حاجه اللي هي ما نقدروش نقولوا لا مزيانه، كتخدم وكتسهل الامور وكتسر بها. ولكن من ناحيه اخرى انه بالنسبه لهاد المناطق كما قلت اللي فيهم المناطق النائيه، راه مشكل كاينه مشكل ديال الطريق، مشكل ديال البنيه التحتيه بصفه عامه بلا ما نبقاو نقولوا نعاودوا نفس الهضره. كاين مشكل ديال البنيه التحتيه بعدا خاصها تكون، كاين مشكل ديال الانترنت، ماشي كلشي عنده الامكانيه باش انه يدير الانترنت، وحتى الانترنت حنا كنعرفوا بعدا اللي عندهم كلشي كتلقى عندهم مشكل في الصبيب، فما بالك اللي ما عندوش. نقدروا نقولوا مثلا بعض المناطق يكون واحد مثلا في مكتبه عنده الانترنت يقدر يبدا يتيري لعباد الله واخا، ولكن مناطق اخرى ما يمكنش. يعني الحل اللي ممكن يدار في هذه المناطق هذا هو انه مثلا راه غير عام ولا جوج غادي يدار احصائيات، غادي يولي تعرف ان شحال ديال السكان تيطلبوا مثلا ديال ديك الوثيقه اللي ممكن مثلا كيتم الطلب على شحال كيتم الطلب عليها في العام مثلا، صافي كتحدد مثلا كدار واحد 20 نسخه ولا 30 وكتحط في الرفوف. نهار كيجي شي واحد كيسول مثلا على هذيك المعلومه ولا هذيك الفورمولير، صافي كيجي هو كيهزها موجوده، حتى داك الموظف اللي غادي يكون مشرف على هذيك الفورميل تيكون ولا هذيك النسخ تيكون صافي غير كيهز وكيعطيه، هو ما كياخذ ليش وقت. ثاني الناس اللي بغات داكشي دغيا كتسر بها. المشكل الثاني اللي مطروح هو بالنسبه مثلا الناس اللي عندهم مشكل ديال الاعاقه، مثلا اعاقه ما كيهضر ما كيشوف ما كيمشي، هذا كاين مشكل مثلا بالنسبه لمجموعه ديال المؤسسات ما كيكونش تواصل، كما المشكل ديال اللغه بالنسبه للمناطق النائيه والمناطق الجبليه بالامازيغيه تيكون مشكل. هادشي كاين مثلا حتى في بعض المؤسسات بحال المؤسسات ديال بحال في المستشفيات، بحال مازال نقول المستشفيات ماشي بزاف، لانه اغلبيه يكونوا في المستشفيات العموميه يكونوا الناس تقدر تتواصل مع الجميع. يقدر يكون مثلا في المحاكم، انك مثلا كتمشي لواحد المنطقه كتلقى فيها مثلا كلشي حتى واحد ما كيعرفش مثلا العربيه، وكيكونوا هاد الناس هادو كلهم امازيغ، ولكن كيفاش غادي يتواصلوا مثلا، ولا انهم كيفاش يفهموا شنو داز في الجلسه، كيفاش غادي يهضروا مع هذاك القاضي ولا هذاك المحامي. فهو حبذا انه يكونوا مجموعه ديال الاشخاص اللي عندهم يعني طريقه ديال التواصل، او انه يكون شويه ديال التكوين في هذا المجال هذا. اما بالنسبه الناس اللي عندهم اعاقه ولا التوحد، فهو حبذا لو يكون واحد التنسيق ما بين مثلا الجماعات الترابيه، ولا ما بين
العملات ديال المناطق وما بين هاد المؤسسات بصفة عامة، أنهم يوفروا واحد الموظف اللي يكون خاص بالتواصل مع هاد الصم والبكم والناس العمياء ولا الناس اللي عندهم مشكل ديال التوحد، باش يقدروا حتى هما ياخدوا المصالح ديالهم والشغل ديالهم بكل سلاسة وما يكون حتى شي مشكل، ويكون هذا المشكل يتحل ديال الشباك الواحد لأنه يكون جامع جميع المعلومات. يعني أي مواطن مغربي يقدر يمشي لهذا الشباك الواحد ويقدر انه يلقى فيه اي معلومه كيقلب عليها وتكون متوفره ودغيا يوصل لها. حبذا ايضا انه حتى بالنسبه للمواقع الالكترونيه تكون فيها جميع المعلومات اللي ممكن اي واحد يبغي يقلب عليها يلقاها تما، ويتم الاعلان على هذه المواقع هذه عبر يعني التلفزيون، عبر المواقع، عبرنا حنايا عبر السوشيال ميديا، اننا غادي ننشروا هذه المواقع هذه باش اي واحد يقلب على اي معلومه اي اداره اي هذا غيمشي يدخل، وسهلوا انكم تجمعوا هادشي كامل هو في سيت واحد ويكون فيه جميع المعلومات ديال جميع الادارات جميع المصالح العامه والخاصه كلشي بصفه عامه. يقدر الواحد انه يمشي بزرات يعني بواحد ضربه زر يجبد كاع المعلومات اللي هو كيقلب عليها بصفه عامه. بقى واحد النقطة وحدة بغيت نوجه هذا النداء هذا للحكومة المغربية ولجلالة الملك وجميع السلطات ديالنا، الله يجزيكم بخير. بالنسبة للطرقات ديالنا والممرات ديالنا وبالنسبة للمستشفيات ديالنا، فالله يعطيكم الستر ديروا ممرات بالنسبة لهاد الناس هادو اللي في حالة إعاقة، يلقاو كيفاش يدوزوا، يلقاو كيفاش يطلعوا ليطاجات. وبالنسبة للمنشورات اللي كديروا لهم باش يقراو، الله يجازيكم بخير، ما ديروش شي سبورة زجاجيه وديروها في الارض الله يعطيكم السر، باش اي واحد جاي عندك تمشي في الكروسه ولا انه كيمشي غير على العكاز ما يقدرش انه ولا عنده مشكل في القصر القامه يتلقى المعلومه انها متوفره لتحت. ثاني حاجه ديروا لهم الممرات وحاولوا ما امكن انكم تخدموا على المشروع ديال لي بيس اللي فيهم مثلا يقدروا يطلعوا الكروسات ديال الناس اللي هما تيديروا الكرارس او الناس اللي كيديروا الاعاقه، فديروا لهم حتى بالنسبه للطرقات. يعني قبل ما انكم ديروا مثلا شي اصلاح ولا سميتو او انكم تبغوا ديروا شي حتى بالنسبه للطرق انكم حددتوا لهم شي اماكن مخصصه ممرات من يقدروا يدوزوا منها بامان، وديروا حتى شارات او لا ممرات خاصه حتى باش انهم يقطعوا الطريق. ديروا شي شارات بحال مثلا في الدول الاوروبيه كنلقاو انه كاين شريط بالاصفر في الارض وكنلقاو بلاكا انه ملي كيبغي يدوز شي حد اللي عنده اعاقه كتهبط هذيك اللعيبه هكا، يعني باش تعطي الحق لهاد الناس هادو يقدروا انهم يمروا في الشارع. وديروا لهم ممرات في المستشفيات، ممرات في المدارس، ممرات حتى في جميع المصالح الاداريه. وحتى بالنسبه للمؤسسات ديال التعليم فهو كنعرفوا مجموعه ديال الاستاذات والاساتذه ولا الطلبه والطالبات ولا بعض الاطفال ولا بعض المتمدرسين اللي عندهم حاله اعاقه يقدروا انهم يطلعوا ليطاجات ويقدروا انهم يمشوا للاقسام ديالهم يعني بكل سهوله وبساطه. يعني كان هذا طلب تنتمنى انه يتم في اقرب اجل، وتنتمنى ان شاء الله انكم ما تنسوش القضيه ديال انه خاصه تنميه زائده يعني ومجهود اكبر باش انه تتم التنميه في المناطق القرويه والجبليه وتوفير الماء والكهرباء والطرقات والتمدرس والتطبيب اللي هما شيء اساسي وضروري قبل الانترنت. شكرا على حسن التتابع ديالكم. تنتمنى انني نكون فعلا انني لخصت هذه الورشه هذه باختصار شديد. دمتم في رعايه الله، ونتلاقاو في فيديو اخر يكون اكثر افاده واكثر معلومات ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.